السلام عليكم. معاكم محمد صالح، اهلا بيكم. برحب بيكم في قناتي، قناة محمد صالح التعليمية. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة مهمة جدا في حياتنا، ومن اهم الامور اللي انت لازم تعلمها في حياتك، لان دي بتضيف لك آه امكانية كتير، مساحة كتيرة في السوق ان انت تقدر تدور على شغل. المهارة الاساسية اللي احنا هنتعلمها ديت هي الاكسل. لو انت طالب او خريج او بتدور على شغل او انت عايز تطور نفسك، فالحل هو ان انت تتعلم اكسل. الاكسل اصبح مهاره مش اوبشن، لا ده هو ده بيزك انت المفروض بتتعلمه. اي شغلانه انت بتشتغلها في حياتك انت محتاج فيها الاكسل. طب ليه احنا محتاجين الاكسل، او ليه هو مهم جدا كده؟ خليني اسالك سؤال بسيط كده. كم مره احتجت تعمل حسابات كتير؟ كم مره اتطلب منك ازاي تعمل تقارير بيانيه؟ كم مرة المفروض عايز ان انت تنظم بياناتك، معاك بيانات وعايز تنظمها، مش هتقعد مثلا تمسك لي نوت وتقعد تعمل لي ستيكي نوت مثلا وتقعد تنظم لي البيانات بتاعتك فيها. طب ما هو ده هياخد وقت كتير جدا. طب انت مثلا وليكن عايز تعمل فلتريشن مثلا، انت عايز مثلا انا محتاج الجزء ده مثلا، عايز الحرف ده، عايز ده. فانت لو انت هتقعد تعتمد ان انت تقعد تعمل نوت وكلام من ده، ده هياخد منك وقت كتير وبرضه مش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. انت مثلا عايز بضغطة ان انت توصل لكلمة معينة، عايز اسم معين تدور عليه، مش هتقعد تعمل جرد للورق ده كله. فالحل ان انت لازم يبقى معاك اداه بسيطه ان هي تقدر تخزن لك الداتا دي كلها وتريحك. طيب، الاكسل بيخليك تنظم الجداول بتاعتك البيانيه، تقدر تعمل الحسابات بتاعتك في ثواني. يعني ايه؟ يعني انا مش محتاج ان انا اقعد اقول مثلا مثلا 25 زائد 2 بيساوي 27 واقعد اعمل اللي بعدها كده. لا، انت اديت له ستيب، هو اوتوماتيك بيبرمج نفسه، هو متأتمت على كده انه الخطوه اللي بعدها انت بقى بس بتسحب بس كده، وهو خلاص بقى بفهم العمليه بتاعتك. هو انت بص، انت بتدي له كوبي وهو بيعمل لك بيست على طول. خلاص هو فهم الفورمولا اللي انت دخلتها له، ويبدا بعد كده بقى ايه، يكمل على هذا المنوال. فعشان كده هو مريح جدا، انت مش محتاج تقعد تمسك كالكوليتور مثلا وتقعد تحسب وتقعد تجيب انت وتجيب صحابك وتقعدوا كلنا يلا بينا نحسب والكلام ده. لا، هو هيوفر عليك كتير. تاخد بالك؟ تمام. هنتعلم فيه كمان ازاي نحلل الارقام، وان انت تحلل الارقام دي، دي حاجه جميله جدا. هتفيدك ان انت بعد كده تفهم الارقام مش بس بتتقال قدامك، لا، انت بتعرف الارقام دي رايحه فين وجايه منين، ازاي الارقام دي بتمشي. ازاي تعرف ان انت كسبت ولا خسرت. ازاي مثلا انا مثلا اتحط قدامك مثلا، وليكن مثلا انت مش شغال محاسب بس حط قدامك تقارير مثلا لشركه معينه، انت واخد بالك؟ لازم يبقى انت عندك نظره استباقيه كده ان انت تقدر تشوف وتفهم، عشان حتى لو اتكلموا قدامك على الاقل تبقى فاهم. وانت لو مثلا حبيت مثلا ان انت تخش في مشروع او تشارك حد، الحاجه ما تتحطش قدامك وانت مش فاهم، ما انت كده هتخسر. فلازم تبقى فاهم. ولا غنى، دايما عود نفسك في حياتك كده، لازم تتعلم. التعلم دوت هو اللي هيوصلك لحاجه كويسه. طبعا مفيش شركه في العالم الا وبتستخدم الاكسل. الاكسل ده حاجه اساسيه، وكمان هو بيزود لك فرصتك في السوق كتير. يعني الاكسل بيفتح لك طرق كتيره جدا. طيب، دلوقتي هنتكلم الاكسل ده بيستخدم في عمليه. خلينا نتكلم بمثال من ارض الواقع. لو عندك مشروع صغير، فاتح بيزنس ستارت اب خاص بيك انت، مش محتاج ان انت تقعد تجيب محاسبين وكده، هو مهم قدام، بس انت لسه بادئ. انت مثلا كلكم في الشركه مثلا يعني مثلا من اقل من 10 مثلا، فانت مش معاك البادجت ان انت مثلا هتقعد ان انت تجيب موظف والتاني والتالت وعشان خاطر تدير الحسابات بتاعتك. لا، انت لازم برضو في البدايه ان انت بتحاول على قد ما تقدر تسيف الماني اللي معاك عشان تقدر تنفسته في حاجات مهمه في البدايه. طيب، فلازم ان انت هتضطر ان انت تعمل الحسابات دي بنفسك انت. عايز تحسب ارباحك، عايز تعرف المصاريف بتاعتك صرفت كام، الهلك بتاعك كام، كل دوت لازم كل ده هتعمله على الاكسل. طيب، لو انت طالب بتسجل الدرجات بتاعتك، عايز تحسب المعدلات بتاعتك، تقدر تحسب بدل مثلا انت تقعد تمسك الآلة الحاسبة وتقول له الرقم ده على المجموع الكلي في 100%. مش لا، هو الاكسل هيعمل لك كل حاجة، مش هتقعد تحسب كل مادة. يعني مثلا بدل ما انت تقعد تحسب لي مثلا 10 مرات، لا، هو في ضغطة واحدة هتعمل بيه بس كده، هتمد بيه كده اكسباند بس كده، خلاص هو حسب لك الباقي. شكرا. طيب، حتى في حياتك الشخصيه، انت مثلا واحد مثلا وليكن انت مسرف. طيب، في مشكله ان انت دلوقتي كده انت بتضر نفسك، هتوفر فلوس ازاي؟ لازم تلجأ هنا ان انت ان انت الداتا دي تسجل المصاريف بتاعتك. لان لما انت تبدا الارقام دي تبدا تسجلها، هتحسب كل مره وانت بتطلعها هو انا طرحت كذا.
قصه انا طرحت كذا ديت هتبدا تاثر فيك جامد. فمره في التانيه هتبدا خلاص بقى، لا بقى الرقم عندك ليه قيمه، ليه قيمه لان انت بقيت خلاص بقى قدامك ده رقم، الرقم عندك بقى ليه قيمه. احنا مش مجرد بندفعها وخلاص، لا، كل ما بتلاقي كده العداد بتاعك عمال يقل هتبدا تحس بقيمه الفلوس، وكده ساعتها انت تقدر توفر. طيب يبقى انت لازم هتضيف الاكسل في حياتك الشخصيه، انت مش مجرد محاسب. يعني انا مش بقول لك انت تستخدمه لما تبقى محاسب بس، لا، انت تنظم بيه امور حياتك، تقدر تنظم بيه البادجت بتاعك، ودي امور مهمه جدا لو انت لسه في بدايه حياتك. وحتى لما انت يبقى عندك راس مال كبير لازم برضو ان انت هتنظم حياتك بالموضوع ده. طيب هنتعلم ايه في الدوره دي؟ احنا هنبدا في الدوره دي من الصفر، يعني ما قبل تعلم الاكسل. هنبدا نشوف الواجهه بتاعته، هنبدا نشوف السيلز بتاعته، الخلايا، الكولومز والروز، العواميد والصفوف، هنفهم الدنيا دي ماشيه ازاي. هنقدر نشوف فيها ازاي نعمل فيها نظبط السين بتاعنا، نعمل فيها الالوان بتاعتنا اللي احنا حابينها وتكون مريحه للعين. كل ده هنتعلمه. هنتعلم ازاي نعمل البيفت تيبل والحاجات ديت، وازاي ناخد تقارير من مكان لمكان تاني، تاخد بالك. نتعلم فيه كمان اهم الفورمولاز. انا مش هطلعك محاسب، ولكن انا هحطك على بداية الطريق. انت هتتعلم الاساسيات والحاجات الاساسية، والحاجات برضو هنتكلم برضو في مستوى ادفانس طبعا، بس كل دوت في حدود ان هو يخدم شغلك ايا كان مجالك. بس انت بقى محاسب مثلا هتطور نفسك بمعادلات تانية، دي امر تاني بقى. تمام. ودي هتبقى سهل تعلمها، يعني انت مثلا عندك مصادر الاي اي كتير، انت كفايه بس تديله الفورمولا ديت بتتكلم عن ايه، هو يفهمك الخطوات بتاعتها. بس انت بس محتاج ان انت بس ايه تستارت، بس ان انت ايه تبدا تمشي ايدك. لما تمشي ايدك ومره في التانيه هتلاقي نفسك انت بدات تفهم لوحدك، مش محتاج ان حد يقعد يعلمك كل حاجه. طيب هنتعلم استخدام الفلاتر وعمل رسوم بيانيه، بدل ان انت تقعد تشوف رقم 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 رقم، لا، دي هيبقى الموضوع متعب. هنتعلم مثلا كل مثلا ده مثلا ارتفاعه كذا وده ارتفاعه كذا. انت مثلا لما تشوف مثلا اسلوب مثلا ميل، ده افضل لك بكتير لانه هيسهل عليك الفهم، مش ان انت تقعد تشوف الارقام وتقدر الرقم ده اكبر من ده ولا ده اصغر ولا لا. انت بس تشوف جدول بياني مثلا او هنعمله منحنى مثلا، فهيوفر عليك كتير، وهنعمله لك بالوان بحيث ان الالوان دايما اسهل للعين من الارقام. لما انت مثلا تكون عامل حاجه دي بلون ودي بلون ودي بلون، هيكون اسهل ليك في الفهم، وان انت تقدر تلقط على طول المعلومه بسرعه. طيب طريقه التعلم معاها هتبقى ازاي؟ احنا في البدايه هنبدا ان شاء الله بالاساسيات. انا عايزك تطبق ورايا على طول، بس مش تطبق، مش تخليني مثلا انا شغال مثلا وعمال افهمك مثلا في الفيديو وانت تطبق ورايا على طول، لا. انا محتاجك في البدايه تسمع الفيديو. هو الفيديو احنا ان شاء الله هنعمل فيديوهات صغيره عشان خاطر مثلا انت وراك مذاكره او انت وراك شغل، انت عايز بس اخر اليوم كده هوت يعني ايه، تضيف بس ايه حاجه كده بسيطه كده، تبدا تتعلم كل يوم حاجه بسيطه، لان خطوه بخطوه هنقدر نوصل لحاجه كبيره ان شاء الله. كل يوم مثلا هنتعلم لنا ده هنبدا كده واحده واحده كده، مش هنتعلم كل حاجه في يوم واحد لان هي مش هتيجي في يوم واحد، واحده واحده كده عشان برضو ما نزهقش. هتطبق معايا خطوه بخطوه، انت تسمع الفيديو وتبدا تطبق معايا. طب ليه ما طبقش معاك ورا بعض على طول؟ لا، انت كده هتبقى مشتت، هتبقى مركز مع الفيديو ولا مركز هتكتب ايه. انت لما تبدا تشوف الفيديو كامل وتفهم محتوى الفيديو عن ايه، هتبقى متوقع كل حاجه. بعد كده بقى لما تبقى متوقع خلاص بقى انت هتشتغل وانت فاهم. لكن انت تقعد تكتب ورا انا بكتب 25 تكتب ورا 25 طب زائد تكتب زائد، لا مش حلو. اسمع الفيديو كده هو كله مش هيتعدى بعد كده ال 10 دقايق ان شاء الله يعني، وابدا طبق ورايا وان شاء الله الموضوع هيكون سهل وبسيط. تمام. اهم حاجه ان انت طبعا تجرب بنفسك، وان شاء الله الدوره دي هتكون بدون تعيد، وهنبدا فيها مستوى بسيط جدا لحد ما تبقى فيها كويس ان انت تقدر تعمل تقاريرك بنفسك. طيب حاجه بقى ليك كده هوت يعني في حياتك كلها، انت كتير من الناس بتاجل التعليم، والتاجيل دوت بيبوظ عليك حياتك، ان انت حاجه ورا حاجه بتتراكم على بعض، هتعمل حاجات كتيره متراكمه على بعض، دي هتتعب نفسيتك قدام. لكن واحده واحده هنبدا مع بعض كده خطوه بخطوه هنقدر ان شاء الله نوصل لحاجه كويسه. طيب المهارة اللي انت بتتعلمها دي مش مجرد ان انت بتتعلم وخلاص، لا. الفرق بين شخص عادي وشخص مطلوب في السوق ان الشخص العادي بيشوف المهارة ويتحمس كده اول مرة، وبعد كده خلاص بقى مش زهق، مش قادر يكمل. لكن الشخص المطلوب في السوق هو بيدنه مكمل. يعني انت شفت مهارة، لا، خليك وراه لحد ما تجيب اخرها، ابدأ خطوة بخطوة بخطوة، وان شاء الله باذن الله هتتمها اكيد. يعني ما دام انت مستمر وهينط ان انت توصل وان انت تبقى كويس فيها. شهر، تخيل نفسك كده بعد شهر مثلا ولا شهرين
هتكون قادر مثلا تعمل تقارير بسهوله، تفهم الارقام، ودي مهاره مهمه جدا. يبقى عندك ثقه في شغلك طبعا. هتتعامل بعد كده بحياه الارقام، وحياه الارقام حياه ممتعه، ان انت تبقى فاهم كل حاجه كده، دي حاجه كويسه جدا في حياتك، وهتفهم الكلام ده بعدين. هنبدا ان شاء الله مع بعض خطوه بخطوه بسيطه. لو انت عاجبك الموضوع او حاسس الموضوع مفيد جدا، يبقى اشترك في القناه وفعل زر الجرس وابدا معايا، يلا خطوه بخطوه. مستني ايه؟ ابدا يلا معايا، وان شاء الله باذن الله هنوصل باذن الله لمستوى كويس، ان احنا نبقى مؤهلين لسوق العمل، وان احنا نقدر ندير حياتنا. ولو حبينا نفتح مشروع مثلا خاص بينا، فاحنا خلاص فهمنا، خدنا البدايه، نقدر ان شاء الله بعد كده نكمل بقى اللي بعد كده. واستنوني في الحلقات الجايه ان شاء الله، مع الحلقه الاولى المره الجايه. السلام عليكم.